تجنبت عمليات كبيره، تجنبت مصاريف غاليه، تجنبت متابعه لمده شهور ممكن توصل لسنه في زرع القرنيه. النهارده جات لنا حاله بتقول يا دكتور انا عامله ليزك من حوالي 8 سنين لغايه دلوقتي تقريبا اواخر العشرينات، كنت اشوف كويس لغايه الفتره الاخيره بدا النظر يضعف عندي. كشفت فكلهم قالوا لي الدكاتره ان بقى عندي قرنيه مخروطيه وعملت اشعاعات، قالوا لي يا اما تعملي زرع حلقات، في دكاتره قالت لي تعملي زرع قرنيه. هي جايه عشان تختار هتعمل زرع حلقات ولا زرع قرنيه. طبعا الشخص اول ما بيجي لك العيان كده بيبقى عايز يوريك الاشعه بتاعته والفحوصات، بس انا قلت لها لا انا هكشف عليك الاول وبعد كده نبص تاني. يعني دايما احب ابتدي مع المريض كان انا اول مره اشوفه. مفاجاه ان انا لما كشفت مع المريض لقيت ان نظرها كويس، بيتحسن بمقاس بسيط وبتشوف كويس جدا، رغم ان هي لما ورتني الاشعه مش ماشيه خالص مع التشخيص الكلينيكي بتاعها او مع الرؤيه اللي هي بتشوفها. وده يرجع لنا لنقطه ليه انت كدكتور بتصر ان انت تشوف العيان. لما اجي اقول للمريض تعالى انت لازم تكشف يبقى متضايق احيانا ويفتكر ان انا عايز يجي وخلاص. انا احيانا بقول لك تعالى عشان لما بتيجي تكشف بنكتشف ان انت عندك موضوع تاني خالص مختلف عن الاشعه. يعني هي مثلا مريضه زي كده الحمد لله مش هنعمل زرع حلقات ولا هنعمل زرع قرنيه، واكتفينا ان احنا عملنا تثبيت المريضه كويسه وامورها كويسه. تجنبت عمليات كبيره، تجنبت مصاريف غاليه، تجنبت متابعه لمده شهور ممكن توصل لسنه في زرع القرنيه. كل ده عشان احنا اهتمينا وفحصنا العيان نفسه، ما اعتمدناش على مجرد الاشعه.